السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شباب عاملين ايه؟ سؤال المسابقة ان شاء الله ان احنا قلنا my little brother spends 24 hours chatting. معلومة على السريع ان كلمة spend بيجي بعدها طبعا الوقت time، وبعد كده بيجي ال verb plus ing. ده ليه طبعا اسمه present participle. with his friends يبقى هنا اخويا he is an internet. في معلومة خطيرة جدا بنعرفها، لو جاء determiner هنا عندي وجا بعد كده ناون، خلي بالك انت تحفظ حاجه في ناون يبقى فيه ناون، خلي بالك من الحته دي خطيره قوي. يبقى عندي هنا ديترمينر زائد ديترمينر طبعا او ان او ذا او سام، اي حاجه من الديترمينرز، وبعد كده في ناون يبقى انت عايز ناون، ما ينفعش تعكس. طب لو في ادجكتيف يبقى انت عايز ناون، طب لو في ناون يبقى انت عايز ناون، ما تعكسش، ما تقوليش ادجكتيف ناون وناون ادجكتيف، غلط. وطبعا التكه هنا حته خبيثه اصلا. هنيجي نحلل الكلام. he is an internet. internet طبعا ناون، حلو الكلام، يبقى انت عايز ناون. طب فين الناون هنا؟ عندي يبقى اول حاجه هشيل الادكتيف، لان احنا عندي كلمه ادكتيف طبعا اخرها اي في اي السافكس، يبقى ده نوعها adjective مش عايزها. وعلى فكره انت مش هتعرف تترجم adjective قوي، لان adjective معناها حاجه ادمانيه بتسبب الادمان، ودول اخوات الصفه اللي اخرها اي ان جي بتكون المتسبب، لان احنا عارفين اصلا ان كلمه ادكت لها نوعين، معناها يدمن كفيرب، وتنفع نون معناها مدمن وده شخص، خلي بالك، وده someone خلي بالك، او somebody. اوبا، يبقى احنا مش عايزين يا مستر addicted. طب addicted ليه مش عايزينها كمان؟ لانها adjective زي addicted، يبقى هنا ودي معناها اصلا مدمن، لان قلنا معظم البيبيهات صفات، وبعد كده نقول لكم الموضوع ده بعدين. معظم البيبي صفه، فهنا ادكتد يعني مدمن. طب ودي مدمن، ما ده حاجه ادمانيه، دي ادجكتيف دي ادجكتيف، يبقى احنا مش عايزين لا بي ولا دي. اتبقى لنا كلمه ادكشن وكلمه ادكت. طب ما ده نون وده نون، بس ده نون البير نون يعني الاسم المجرد، ادكشن الادمان، انما ادكت هنا ده الشخص المدمن. طيب طب ما هينفع مدمن في الموضوع، لازم تقرا الجمله كويس. انا بتكلم عن هي اخويا، يبقى اخويا ده ادمان ولا مدمن؟ طبعا اخويا ده مدمن، وده حل المسابقه ان شاء الله، وهنشوف نختار الفايزين، وان شاء الله نتابع معاكم على الصفحه باذن الله. شكرا، مع السلامه.